السلام عليكم حبيباتي، نورتوني في فيديو جديد. اليوم راح نحضروا مع بعض دونت هشة وخفيفة تجي قطنية وتذوب في الفم وبمقادير بسيطة وموجودة في كل دار ان شاء الله. كالعادة حضروا ديك القهوة ولا الشاي تاعكم وخلونا نبداو بها على بركة الله. حليب، نبداو بكاس حليب دافي، نضيف ملعقة سكر وملعقة خميرة الخبز ونخليهم شوية حتى يتفاعلوا. من جهة أخرى نحضروا الفرينة تاعنا اللي هي 3 أكواب ونصف فرينة زائد نصف ملعقة صغيرة من الملح. بعد ما تفاعل لنا الخليط تاعنا كما راكم تشوفوا، نزيدوا بيضة ونخلط مليح جميع المكونات. من بعد نضيف الفرينة تدريجيا ونعجن حتى نتحصل على عجينة طرية وملساء. المهم لازم تبقى العجينة طرية. بعد العجن نزيدو ديك المغرفة تاع الزبدة تاعنا ونعجنوها معاها حتى نتحصلوا على ديك العجينة الطرية والملساء. نخلوها نبلو عليها، نغطوها، نخلوها تختمر حتى يتضاعف الحجم تاعها، وبعدها نفرغ الهواء منها، نفردها ونقطعها على شكل دونات دوائر. هذاك المول يكون عندك دائري وشكلتها دوائر كما راكم تشوفوا. الدوائر شكلتهم. الا درتيهم صغار، الا درتي دوائر صغار غادي تجيك الكميه اكبر، ولا درتي دوائر كبار تقطع لك واحد 15 حبه. السمك تاع العجينه ما يكونش رقيق بزاف، يكون متوسط الحجم كما راكي تشوفي. لازم لهم يزيدوا يختمروا شويه. مور اللي نفاصونيهم نزيد نخليهم يختمروا غير حوالي 10 دقائق، ومن بعد نقليهم في الزيت تكون حاميه. الزيت لازم يكون حامي كما راكم تشوفوا. غادي توضح لكم النتيجه. والله غير الريحه وحدها تشهي ما شاء الله. وفي الاخير زينوها بالطريقه اللي تعجبكم، سكر، شوكولا او اي تزيين تحبوه. النتيجه راح تعجبكم باذن الله. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تدعموني بلايك وتشاركوا في القناه اذا اول مره تزوروني، وكتبوا لي في التعليقات شو حابين تشوفوا في الوصفات الجايه. بصحتكم وربي يدومها عليكم النعمه ان شاء الله.